ابن الجوزي كان حريص على الطلب، حريص ابن الجوزي رحمه الله عليه، حريص يعني ما يعرف الحرص مثلا بالوفاء بن عقيل الحنبلي وتلميذه ابن الجوزي. كان يقول: وإني لأجد في 10 90 أو في 10 80 من الهمة في الطلب كأني ابن 15 ولا ابن 20، وأجاد القراءة وهو ابن 80، وما في فن إلا كتب فيه. وأبو الوفاء بن عقيل الحنبلي كان حريص على الطلب، كتب كتابه الفنون، قال عنه الذهبي له 800 مجلد ليس له في الإسلام مثيل. والإمام أبو طاهر السيلفي المعمر 100 سنة كان حريصا على أوقاته رحمة الله عليه، كان إما في كتاب ولا في قراءة ولا في بحث ولا في مناظرة ولا في صلاة ولا في عبادة. كان اعتكف في مصر في الإسكندرية في غرفة، كان يخرج من الغرفة إلى المسجد ويرجع، يخرج الغرفة يرجع، ما يروح إلى دنيا ولا شيء. في يوم من الأيام فتح طاق البيت الدريجة وشاف منارة بيضاء، قال: سبحان الله، ما رأيتها منذ 65 سنة. هذا الإنسان لو تشوف الشباب المتدين العصر الجيل الجديد وحياته باللعب واللهو وضياع الأوقات والعشاوي والظهرات والروحات والجيات ورايح على البحر وفي البر وفي الأرض، كان يتعجب وقال: وش هاي؟ ابن القيم رحمه الله عليه تلميذ الشيخ الإسلام جمع بين العبادة والعلم والتقوى والخشية والإنابة شيء عجيب. حتى ابن كثير لما ترجم له هو زميله والطلب تلاميذ الشيخ الإسلام يعني ذكر عنه شيء العجب العجاب في العبادة. وهكذا كانت حياتهم عامرة، ما يضيعون أوقاتهم لا في ذكر الله أو في طاعة أو في أمر معروف والنهي عن المنكر أو في صلاة أو في خشوع. هكذا ينبغي الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. الرسول صلى الله عليه وسلم الترمذي بإسناد صحيح قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا أمر شيخ؟ هذا أمر؟ أمر لا تصاحب إلا مؤمنا. وتعجب أنا بعض الأخوان زميل مرة كنت يا زميلي له علاقة مع ابن زميل يشرب الخمر، يعني زميل هذا يا رسول الله: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فكيف تصاحب؟ ولهذا يا إخوان الرسول عليه السلام شبه الصاحب الخير بحامل المسك، وحامل صاحب السوء بنافخ الكير. مثل ايش صاحب ايش؟ مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالحامل المسك إما أن تشتري منه يبيع الطيب، إما أن تشتري منه، وإذا شريت من الطيب ماذا ستجد؟ طيب راح طيب، شيء طيب. إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك. إيش معنى تحذيك؟ يحذيك يطيبك، فأنت لا تعدل منه خيرا. وحامل وصاحب السوق كنافخ الكير. تعرفون كنافخ الكير؟ الكير عبارة عن حديدة مدورة طويلة ينفخ فيها اللحام، ينفخ فيه كل شب النار، ما يحط ولا النار ينفخ من طريق أو من طريق النفخ على حسب الاسم. فهذا حامل النافخ الكير. إما أن إما أن تشم منه رائحة كريهة وإما أن يحرق جلدك. نفس الشيء صاحب الشاب
إما أن تشم رائحة خبيثة وإما أن يؤذيك ببلاوي. ولهذا يوم القيامة يا إخوان الله يقول الأخلاء جمعين خليل المتودون في الله عز وجل. الأخلاء يومئذ يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، لكن ما تبع الحسرات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو استاذنا قال إلا المتقين ودهم وحبتهم تكون إليهم القيامة. الآن إذا واحد يعني أراد أن يأخذ هذا القول ويتخذ له خليل مؤمن، لكن رفض المؤمن أنه يمشي معه، وأن هذا يعني غير مؤمن أو يعني عنده تقصير، عنده شو يسوي يعني إذا أراد واحد من الشباب يعني أنه يتخذ له خليل مؤمن يتخذ هذا القول، يعني أراد أن يتخذ له خليل مؤمن يعني من التقي، بس التقي رفض أنه يمشي معه. ليش؟ بعد التقي أخذا بهذا القول أن أنا ما أتخذ لي إلا مؤمن، وأنت يعني فيك تقصير وفيك هذا، فشي يسوي هذا يعني إذا مثلا حصل لك يعني ما قدر أنه يلازم أحد. هذا دار السلاح الطاعة وتشبه بأهل الإيمان وأهل التقوى، يعرف أن ما هاجروا إلا لأجل تحقيق كان الله عز وجل ورسول في صحيح البخاري ومسلم وهاجر 3 الذين كلوا مع غزوة تبوك هاجرهم 50 يوم وأمر بالصحابة كل من يهجروا، والهجر دواء أحيانا. إذا جاء أراد أن يكون له خليلا صاحبا يقول أنا ما أصلك صاحبا، أما أقولوا ليه؟ أنت متقي ومحافظ على الصلاة، أنت تسمع المنكرات، أنك الحرامات، أنك ذي قد يرتدع ويتوب إلى الله عز وجل. الشيخ في هالزمان بعضهم يقول لك أنت متشدد، يتهمونك بالتشديد. ما علم الناس أو يمكن يتهم بالتشديد ويترك ذي الطريق. لا هذا شفنا هذا في خير بالخير، وأنا أكون معك الطبيب يعطيك الإنسان جرعة مختلفة على قدر تحمله. هذا يصح عليه معه الهجر هذه ما يصح مع الهجر، مع الإيمان. الرسول لما هجر كعب بن مالك الصحابة إذا كان التقوى والإيمان مالكم، فالهجر يختلف باختلاف الأشخاص، فلا نقول هو علاج دائما ولا هو. على كل حال ينبغي الإنسان يا إخوان أن يعمر أوقاته بطاعة الله عز وجل ولو قليل. نعم. وما يندم الإنسان يوم القيامة على شيء كندمه على هذه الدنيا التي لم يعمل فيها الأعمال الصالحة. المشكلة شيخنا الآن إحنا غرقانين في ملهيات الدنيا. لما تيجي مثلا يعني في لحظة تبي تقطع كل شيء ترتب عليها يعني مفاسد وايد، يعني مشاكل قصدي، عرفت شلون شيخ؟ إنك مرة واحدة تبي مثلا تعتدل، تترك الملهيات هذه، تتجه وتحافظ على وقتك، تكون دقيق فيه، يعني تخاف إنه يحصل من وراه مشاكل كثيرة قد تتعبك وأنت محتاج في هاللحظة قدر الإيمان، يعني قدر الإمكان يعني محتاج حق الجهد والتشجيع والعزيمة، لكن قد تحبط العزيمة هذه المشاكل اللي بتصير لك. فهل تنصح شيخنا يعني ان الواحد يترك الشيء تدريجيا ولا؟ بلا شك يعني الإنسان تو متدين ما يستطيع أن يأتي بالأشياء التي مرق الإنسان المتدين في القديم الذي تذوق
حالات الإيمان، حالات القرآن، يجوز معنى الصلاة، معنى الإيمان، التدرج. ساعات والله شيخنا الواحد يكون محتاج إلى قدوة يمشي وياه، يعني مثلا شيخ مثلا يكون يلازمه على طول. ولهذا قالوا قديما الصاحب ساحب، ومن جالس جانس. الصاحب ساحب، صاحب أكبر عدو للإنسان من أربع أعداء. من العدو الأول؟ الشيطان، ومنها الصاحب السيء، ويشمل الزوجة السيئة، وعندنا الهوى والنفس الأمارة بالسوء. فهؤلاء أعداء أشدهم خطورة على الإنسان الصاحب السيء، لأن الصاحب السيء يتكلم معك ويراقبك ويقول معه ويلفه وحب ويغريك يلا خمر انت والدنيا مرة بعدين طاولي بعدين يغريك بهذه الأمور. لكن الشيطان هو وسواس مجرد ما يأخذ ذلك. لكن الصاحب السوء مشكلة عظيمة مثل المرأة السيئة. شيخ مثلا الحين واحد يعني تويب بالشغل مثلا ناس تعرف ماضي يعني الذاكرة في ما قزلت انه ما قزلت كذا يعني شيخ الحالة شو يسوي؟ يذكرون بماضي؟ اي نكتب عن كذا وكذا. اي ما قزلت. يقول احنا مهما فعلنا معاشر المسلمين ما كنا اكثر اخس من الصحابة. كانوا كفار وكانوا مشركين، كانوا يذبحون أولادهم ومحياهم ويفعلون يشربون الخمور ويزنون ويفعلون. مع ذلك تابوا وتاب الله عليهم ومدحهم وأثنى عليهم وفخمهم تفخيم عظيم. محمد رسول الله والذين معه شداء. آيات كثيرة في القرآن. فاحنا ما علينا من كلام المثبطين. يعني تعرف رفيجك اللي يعينك تعرف ان هذا رفيجك. اما اللي والعجب ان اهلك ساعات يضبطونك. انت اول كنت تشوف افلام هنديه كذا انا شيخنا اول ما بطلق اللحيه قلت حق ولد عمي كنت بطلق اللحيه ذي ان شاء الله ذي، قال اترك عنك السوالف. مع الاسف اذا كان البلاء من اي والله. ولهذا اشد الناس عداوه للرسول هم اقاربه. سبحان الله.